السلام عليكم. الحرب اللي غتشن هي حرب الإعلام على الإسلام. حرب الإعلام كيأدي الواجب ديالو أكتر من السلاح، والكلمة اللي دابا خدامين عليها وهو أن المسلمين هربوا من الإسلام ودخلوا المسيحية عكس. هما ديما كيراغو، ديما كيتلعتمو، ديما كيطرقو كوم شياطين من الإنس كيطرقو ديما وراء كلام فارغ، وفي الاخر كيكتشفوا الامر ديالهم، كيحيدو الستر، كيقولك حنا اللي درنا هاد القوى اللي تنقولو حنايا، ولا هاد التلاعب. الدين هاداس عندو اسس وناس فهمو، وناس ماشي ولاو تيبحثوا، واغلبهم اللي سبقوهم في البحث امريكان في مجلس قيمة اللي كانوا الامريكان داروهم. ودا بقى لا مستر ويلز واحد هو اللي كتب، قال لهم راه القرآن كتاخدو منه. هما كياخدو من القرآن كيعالجو بيه المشاكل ديالهم، ولكن كيتلعتمو كيحاولوا يوسخو لينا حنا باش منتبعوش القرآن. هما كياخدو يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هادي خداو دارو بها بزاف، هادي اللي كان قال مستر ويلز. كيكذبوا وكيحاولوا دابا يخلقوا هاد الكلمة. هما كيخلقوا كلمة وكيديروها في واحد القفص وكيحاولوا ديك السذاجة ديال الأفكار كيطرحوها، وكتنجح ليهم لأن الشباب باقي ما قاريش، ما عارفش اش كاين. أنطوني كوين ممثل، وكان فاسد وكان فاسق وكان هذا، تعجب في الوضوء وبحث عن الإسلام وأراد أن يدخل الإسلام. وشكون هذاك واحد المغني كبير، بزاف اللي دخلوا الإسلام، بزاف، لا من الموسيقاريين، لا من هاد المجلس هادو اللي داروا الأمريكان باش يزوروا القرآن. قالوا زوروا القرآن، وداروا واحد نخبة ومولوها بناء الطائل، وبغا يزوروا القرآن. مني قراو القرآن صدقوا، هما اللي مسلمين، هما اللي وحلا معاهم بيريكا دابا أكبر جامع كاين في أمريكا وتمول من المسلمين. إلا أن نتمنى على الله واحد جامع كبير في بلجيكا اللي دابا همناتو السعودية، كنتمنى. وهذاك رسالة للسعودي باش يعاود يمولو، لأن قالك تقطع عليهم الدعم ولا إهمال. مشيت لي شفتو كبير وزين في بلجيكا، وكانت التعليمات باش يتوقف، ونتمناو على الله. هذا هو التنوير ديال، نتمناو على الله تا دوك الناس اللي في بلجيكا يحاولوا يتوسطوا باش يعاود لو موفمون الحركة تكون قيمة واللي حادة من تظاهر ديال الأديان بلجيكا. الإسلام راه استقرار وأمن ماشي داك الإسلام اللي هما خلقوه عطاوه واحد القناع. ولكن كلشي في الأمر عرفوا بأن الإسلام من السلم ومن التعايش. حنا كنتعايشو مع اليهود، الإسلام تعايش مع فالإسلام عطاوه لهم بواحد الشكل اللي قبيح، واللي تتكون ديز مليح كيبقى يشوف فيكم وشاف لسانه باللحية ديالي، لكن ما كيعرفوش بأن الإسلام راه قلب طاهر، وقلب كيحب الجماعة وكيحب الهدى وكيحب الكلام الصواب، ما كيحبش القاذورات والفجور والعهارة والرذيلة، أي مجموع الإفك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.